والله الحقيقه عشان اكون صريح معاك يعني ما بقاش بحور عليك، انا انشغلت عن ماتش برشلونه لاسباب تخص نادي الزمالك. كنت بتفرج على ماتش الزمالك يعني حتى تلاقيه باين على وشي، مش محتاج ان انا اتكلم. يعني سمعت ان في اخطاء كارثيه حصلت فروحت البيت، دخلت ابص اشوف الدنيا فيها ايه، فلقيت ان حصل حاجات. لا احنا في حته وحشه قوي يا جماعه، احنا في حته وحشه قوي بجد والله. شفت طبعا لقطه هدف برشلونه الاول، الراجل اتشاط في دماغه كوره وقع على الارض فورا. فده معناه ان الراجل ممكن يكون في حاله خطيره، ممكن يكون حصل له حاجه، ممكن يكون جاله ارتجاج. والدليل ان حكم الساحه اول ما ده حصل رفع الصفاره حطها في بقه، محدش يعرف اذا كان صفر ولا لا. بس بما انه رفع الصفاره وحطها اذا في حاجه، اذا الوضع مش طبيعي. لكن طبعا اللعبه كملت والحكم احتسب الهدف. دي اول لقطه. كان في برضه لقطه الطرد الاول بتاع مايوركا، اللاعب خد انذار تاني واتطرد، وده طرد كوميدي بمنتهى الامانه عشان اكون صريح معاك. يعني اللاعب اللي عمل الفاول على لامين يامال، كان في 4 لعيبه حوالين لامين يامال، كده كده كانت هتقطع بشكل او باخر. لكن اللاعب عمل فاول وكان في حوالي 4، فالفاول لا يرتقي انه يبقى انذار تاني اصلا عشان يبقى فيه يتسبب بحاله طرد بعدها. فلكن الحكم اداله انذار ثاني وطرده بالفعل. في برضه لقطه الطرد الثاني لمايوركا، دي لقطه طرد صحيحه 100%. اللاعب تدخل تدخل عنيف جدا باسفل الحذاء في وش حارس مرمى برشلونه، فدي لقطه طرد صريحه وواضحه وما فيهاش نقاش. وطبعا طالما هي ماشيه طرد بطرد وطردت 2 من مايوركا، ففي لقطه رافينيا عملها مش ياخد عليها طرد بس، لا ياخد طرد ومحضر في الاسم والموضوع يخلص في النيابه، يعني ما تعديش كده. لكن الحكم برضه تغاضى عن طرد رافينيا واداله انذار فقط لا غير. وطبعا مش محتاج افكرك ان الحكم ده مونيورا، اللي هو الراجل الطيب الذكر اللي كان ليه لقطه شهيره جدا مع بلينجهام السنه اللي فاتت لما طرده برضه عشان بلينجهام قال له كلمه بتتقال في كل ملاعب كره القدم بشكل يومي، اللي هي فاك اوف اح. فالراجل طبعا سمع من هنا قال ازاي ما ينفعش، يمكن هو ما بيفهمش، قام مديله طرد. وكده كده منتهى الامانه برشلونه ما كانش محتاج اللي حصل ده يحصل، كده كده برشلونه كان هيكسب وكده كده كان هو احسن. ما بقولكش ان اللي حصل ده هو السبب مكسب برشلونه، بس ريحه التحكيم في اسبانيا فاحت وطلعت للعالم كله، شكلها بقى وحش قوي ومحتاجين حد يتدخل فورا.